انتوا طبعا متخيلين ان مستشفى الامراض العقلية كلها مجانين وكده وبس. لا ابدا، ده موجود فيها ناس اتعرضوا لصدمات عصبية مستحيل العقل البشري يتحملها، ولو حكوها لأي حد مش هيصدقها. علشان كده بيقولوا عليهم مجانين. انا راغدة، دكتورة في مستشفى العباسية للامراض النفسية والعقلية. قابلتني حالات كتير بس ما قدرتش اتخطى الحالة دي. كان جوايا حاجة دايما كانت مصدقاه، خاصة لما قريت الملف بتاعه ولقيته انه كان مهندس وكان متفوق في دراسته وعمله. اسمه محمود. لما جيت اقعد معاه في الجلسة قلت له اتكلم، انا سامعاك. قال لي مش هتصدقيني زيك زي الباقيين. قلت له لا قول وانا هصدقك. بدأ يتكلم وهو مرعوب وفضل يتلفت حواليه كأن في حد جنبه او وراه، ولقيته قال لي خلاص انا هقولك. كنا تقريبا الساعة 3 الفجر، ما كانش في حد في الشقة غير انا واخويا الصغير، وكنت قاعد على الكنبة وبتفرج على التلفزيون لحد ما النوم يغلبني، وكنت موطي صوت التلفزيون جدا. كان اليوم ده حر قوي، ما كانش فيه ولا نسمة هوا، لا في الشقة ولا بره، وكان فيه صمت غريب. فجأة لقيت موبايلي بيرن، بصيت للشاشة لقيته رقم مجهول. ما اهتمتش وتجاهلته، بس هو ما بطلش يرن، فضل يرن مرة والتانية والتالتة. فجأة لقيت قلبي بينبض بسرعة، لقيت في حاجة زي ما تكون قبضت قلبي من جوه. ناديت على اخويا كتير، ما ردش عليا، انا عارف ان هو كان نايم. ما اعرفش كنت خايف ليه. فجأة قررت ارد. الو، الو. ما لقيتش اي صوت. قلت تاني الو. فجأة لقيت في انفاس تقيلة بطيئة، وكأن اللي بيتصل بيا ده بيطلع في الروح او بيتنفس بصعوبة. وبعد كده جه صوت غريب مبحوح، كأنه شخص بيتكلم من تحت المية، ولقيته بيقول لي انت نسيت تقفل باب الشقة كويس. حسيت بأشعارة برد ماشية في جسمي كله. بصيت بسرعة ناحية الباب، لقيت الباب مقفول كويس زي ما أنا كنت قافله فعلا. بلعت ريقي وحاولت أتماسك وقلت له أنت مين؟ لكن اللي بيتصل بيا ده ما ردش. وبعد ما قفل لقيته فجأة بعت لي فيديو. أول ما فتحته الدم اتجمد في عروقي من كتر الرعب. الفيديو كان بيصور شقتي، بالتحديد الأوضة اللي أنا قاعد فيها، وأنا قاعد على الكنبة وبتفرج على التلفزيون. بس ما كانتش دي المشكلة بس. المشكلة ان انا ما كنتش لوحدي، كان في ورايا حد بالظبط، على بعد يا دوب سنتيمترات. كان في حد طويل واسود وملامحه مش طبيعية، وراسه مايلة للجنب، وباصص لي كأنه بيراقبني. وكان واقف ثابت ما كانش بيتحرك، بس مجرد وجوده بس كان حابس أنفاسي. بدأت أسمع أصوات غريبة في الفيديو، أصوات همسات بلغة مش مفهومة، وأصوات خطوات على الأرض، وأصوات حاجة بتتجر على الأرض، زي ما يكون كأن في أكتر من شخص معايا في الأوضة. بس أنا كنت لوحدي، أنا متأكد إن أنا كنت لوحدي، مفيش غير أخويا بس اللي كان نايم جوه. بصيت ورايا بسرعة وبرعب شديد، ما كانش فيه أي حد. بس في اللحظة دي حسيت بأنفاس سخنة جاية بتلمس رقبتي، كأن في حد بقى ورايا بالظبط. فجأة اتغير المشهد اللي في الفيديو، كأن اللي بيصورني دلوقتي بقى معايا في الأوضة، بيصورني من زاوية قدامي في الأوضة بس أنا مش شايفه. وفجأة حسيت بظهور وش غريب، ما كانش وش إنسان أو شخص طبيعي أبدا، كان عبارة عن بق كبير مفتوح بشكل مش طبيعي. ما كانش فيه لا أسنان ولا كان فيه فك ولا لسان ولا أي حاجة، زي ما يكون ثقب أسود بس قدامي. وبعد كده جه صوت من الموبايل. قربت الموبايل من ودني لقيته بيقولي أنا واقف وراك دلوقتي. خفت، خفت حتى اتلفت ورايا واشوف في ايه. بس في اللحظة دي نور الشقة كله اتطفى، وبدأت أسمع أصوات قريبة مني أكتر. حاولت أصرخ بس صوتي مطلعش. حسيت بحاجة مسكت كتفي، مش عارف أصرخ، مش قادر حتى نادي على أخويا. كل حاجة بعد كده بقت سودة. أغمى عليا. لما قمت من النوم كان باب الشقة مفتوح على آخره،
بس كان موبايلي مرمي على الارض وشاشته مكسوره. بس الاغرب ان انا لما جريت علشان اشوف اخويا واطمن عليه ما لقيتوش في اوضته. كانت اوضته موجوده زي ما هي، زي ما تكون مقفوله بقالها سنين. ما كانش فيه لا هدومه ولا حاجته ولا اي حاجه، وما كانش موجود، كانه عمره ما دخل اوضته بقاله سنين. جريت على الكاميرا اللي كنت مركبها في الشقه علشان اشوف ايه اللي حصل. فتحت تسجيلات الكاميرا وقعدت اعيد في اللقطه اللي جات لي فيها المكالمه. وفي اللحظه دي معرفتش اخد نفسي من كتر الرعب. في الفيديو كنت قاعد على الكنبه واخويا نايم في اوضته عادي خالص. وبعد كده في الدقيقه الثالثه حصل حاجه مستحيله. ظهر ظل اسود، خيال اسود طويل، خرج منين معرفش، ودخل اوضه اخويا بهدوء شديد. وبعد اقل من دقيقه خرج الخيال ده من الاوضه بتاعت اخويا. بس ما خرجش لوحده، كان بيسحب معاه حاجه بيجرها على الارض. الحاجه دي زي ما يكون اخويا او شبهه بالظبط، بس كان جسمه متجمد زي ما يكون لعبه في ايده. وفجاه لقيتهم الاتنين اختفوا. وبعدها الفيديو وقف. وفي اللحظه دي كأن حد محى كل حاجه في لحظه. كل حاجه اتمسحت، الفيديوهات وتسجيلات الكاميرا، كل حاجه اتمسحت واختفت في اقل من لحظه، كأن حد عمل ديليت بسرعه رهيبه. بس كان في شيء اخير. في نهايه التسجيل لقيت مكتوب حاجه على جدار الشقه بخط احمر زي ما يكون بالدم. لقيت مكتوب: مشكلتك انك شفتني، والمشكله الاكبر اني انا شفتك. قلت لاهلي وقلت لكل الناس، محدش صدقني، مفيش اي حد صدقني. كلهم اتهموني ان انا عملت حاجه في اخويا الصغير. ازاي هاذيه؟ ده اخويا حبيبي، ازاي هقدر اذيه؟ الكائن ده هو اللي خده، هو اللي خلاه اختفى. بس مفيش اي حد مصدق.